وواحد طبيب وقال لي خاصك تحبس الماكله وتراقب الجسم ديالك، وداك الشيء اللي درت، وبقيت فايق وكنراقب الجسم ديالي ولقيتو غادي للكوزينه بوحدو. وهذا واحد سول الفقيه قال لي حلمت البارح كيجري عليا واحد الحمار في المنام، انا هربان وهو تابعني. قال لي الفقيه باش تعشيت؟ قال لي تعشيت بالخبز ديال الشعير. قال لي تا واكل الحمار عشاه وجاي انا برزت ليا راسي. وفاش بنادم كيكونوا عندو جوج وجوه بحال الدرهم، عرف باللي غيدوز حياته كامله يتلاح من جيب الجيب. وإلا تخاصمت معاك مراتك دخل الكوزينه وزير كاع الحكاك اللي فيهم الفيلطاج وزير البوطه والروبيني وخلاها هي اللي تعيط عليك. يا الله. وخليك مليح مع الملاح وقبيح مع القباح، صدقني طبقها غادي ترتاح. والحمد لله وما بقيتش كنسهر، وليت ما كنعش كاع. وسقلاتو والدموع نازلين من عينيها، قالت لي نهار الموت اش غادي دير؟ قال لي الا ما تنهبل الكبيضه. قالت له تقدر تزوج بوحده اخرى؟ وقال لا الهبيل يقدر يدير كل شيء الكبيضه. بما ان الدنيا معادن فلا تقابل في حياتك شخص مصدق. وهذيك السيده اللي كتقول لنا مخاطبكم مشغول حاليا، علاش ما تقوليش لنا مع من مشغول وتكملي خيرك؟ ووصلنا لواحد الزمان الدري فاش كتبغي مو تصبن وكتسقلو واش هذا سروالك ولا سروال اختك، راحيت نفس الفصاله. والحلم ديالي هو نعيش غير نهار في الفقر، وغير نهار واحد، نهار في الفقر، وديما في الفقر راح نعينا. وما كرهتش علاقتي ترجع زوينه انا والنعاس، وما بقيش كنشوفو وما بقاش كيشوفني. وبكري كانوا الخوت كيقسموا الورث، ودابا ولا الورث كيقسم الخوت. وعرفتي تقدر تكون فقير وتولي غني، ولكن باش تكون شماتة وتولي راجل صعيبة شوية.